السلام عليكم حبيباتي، واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم عدت لكم بعد فترة غياب طويلة. والله البنات يعني كنت مشغولة والايامات الجاية راح نقول لكم على واه كنت مشغولة، وراح نعاود نرجع لكم وبقوة. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل في هنا وصحة. ومرحبا بكم في فيديو جديد. نستنى منكم الدعم البنات باش تدعموني، وان شاء الله نكون في المستوى ونكونوا أسرة واحدة. شوفوا البنات، هنا اليوم جبت لكم بيتزا يعني صيفية خفيفة طعم لها أي وحدة ربة بيت لوليداتها، خاصة عبالكم بالصيف يحب الحوايج الخفيفة هذه، ما يحبش يعني نديروا حاجة ثقيلة. هنا درت بيتزا، يعني واش درت، هذه العجينة السحرية البنات راني مالفة نديرها معاكم. واش راح نقول لكم، يعني هذه ما نستغناش عليها طول ماني حية، يعني البنات والله. آه، يعني عجينة كي نقول لكم عجينة خفيفة خفيفة صح. شوفوا واش درت في ريسيبيا، رحت لحت زوز كيسان تاع ماء يكون فيه تاع مع السخانة، يعني غير سخنهم شوية برك، يعني متخلوش سخون ياسر. درت معاه شوية سكر، ودرت شوية خميرة تاع الكسرة، ودرت 4 مغارف تاع فرينة، خلطتهم مليح وغطيتهم وخليتهم بجنب. هنا رحت راح ندير لاصوص، صوص طوماط. شوف كل واحد وطريقة تاعو في الطبخ، كل واحد وطريقة تاعو كيفاه يطيب. أنا هنا شوفوا واش درت البنات، درت كعبات تاع طماطم، درتهم في كاسرونة ولا في برمة، وزدت معاه شوية زيت، سنة ثوم، شوية ملح، شوية فلفل كحل، ونحطوهم يعني نزيدوا لهم كمية تاع ماء، ميس كاس تاع ماء هكاكا، ونحطوهم. ودرت معاهم شوية، درت معاهم شوية سكر البنات باش نحو الحموضة هذيك تاع الطماطم، يعني الطماطم تعرفوها بلي تجي فيها هيك واحد الطعمة هيك شوية حامضة. على هذيك قلت لكم درت شوية سكر وخليتهم، حطيتهم على نار وخليتهم. من بعد كي يطيبوا البنات واش راح ندير ليهم، راح نميكسيهم بالبراميكسير، ولا اللي ما عندهاش براميكسير تستعمل أشوار. يعني صوص طوماط هذيا واش راح نقول لكم البنات، والله يا هايلة. جربوها على الطريقة تاعي راح تجيكم تهبل، يعني اقتصادية أنا نديرها. شوفوا البنات، ندير الطريقة هذه تاع الطماطم، كي تعود عندي طماطم كمية كبيرة نطيبها بالطريقة هذه. ندير شوية سنة ثوم، وندير شوية ملح وشوية زيت، ونقرضها كامل البنات ونميكسيها، ومن بعد نحطها في بايض ونديرها في الكونجيلي. كان نحب نجبد ندير المحاجب ولا البيتزا ولا حاجة، يعني لا طيبت بالصوص طماط نجبدها وراح تجيني هايلة. هنا بنرجعوا للعجينة تاعنا، شوفوا بعد ما راهي تشوفوا كيفاه دارت الطلوع تاعها. عفوا البنات، هنا واش راح نزيد كمية تاع 4 مغارف ولا 3، نتوما حسب الكونتيتي اللي عندكم. كل كاس تاع ماء ليه 2 مغارف تاع زيت. نديرو كمية تاع الملح بالطبع ما ننسوهاش، ونرجعوا نلموا بالفرينة. نديرو كمية تاع الفرينة كيما هكا ونشوفوا، يعني حتى نتحصلوا الفرينة كل وحدة والفرينة تاعها، كاينة اللي تشرب وكاينة اللي ما تشربش. هكا نلموا البنات العجينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجين متماسكة، ما هي يابسة خلاها، ما هي طرية خلاها. نخلطوها مليح كيما راكم تشوفوا البنات. لا عجن لا دلك لا والو، غير نلموها بيدينا وخلاص. كي نشوفوها تلمت كيما هكا، شوفوا واش راح ندير لها، نزيد نغطيها ونخلي لها تخمر المرة الثانية. هذا هو السر البنات باش تجيكم البيتزا تاعكم خفيفة وتجيكم هايلة، يعني جربوها وردوا لي الخبر. تجيكم مقرمشة من تحت وتجيكم من الفوق هشيشة. هنا نزيدو نغطوها ونخلوها على جنب. هنا نرجعوا البنات العجينة تاعنا، شوفوا بعد ما طلعت كيفاه تخمرت، هايلة هايلة. نقاسيوها البنات هكا، نخرجوا لهذاك الهواء كامل اللي فيها باش بعد تجينا خفيفة في الخدمة تاعها. هنا نجو نقسموها، أنا درت هنا 4 قرصات. شوفوا البنات، دهنت البلا تاعي، كنت شعلت الكوزينيير يعني على درجة حرارة مرتفعة، ولا اللي عندها الفور دير الفور، يعني كل واحدة واش عندها فاه طيب. وتجي هنا أنا جبت البلا درت له شوي زيت وبديت نقرص فيها على البلا كامل، يعني العجينة هذه راح تمشي ليك فالسيلومون. يعني شوفوا البنات، راح تمشي ليكم ساهلة خلاص. هنا نهزو هذاك يعني الصوص طماط اللي طيبناها، شوف بعد ما مكسيتها
شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها جات بنينة تسخّف البنات، جربوها على الطريقة تاعي راح تعجبكم بإذن الله. شوفوا نحاولوا أنا نمشّوها على كامل الحواشي وراح تجي واحد اللون يعني لون يهبل. شوفوا هنا واش راح ندير، يعني نتا البيتزا كما تعرفوا كل واحد واش يحب باه ياكلها، واحد بالviande hachée، واحد واحد ياكلها يعني ندير ساعات ندير لي بول تاع الدجاج هاكا ونطيشهم فوق منها، يعني ساعات نقلي بطاطا كاريات صغار ونحطهم ثانيتك معاهم، وهنا درت شوية زيتون هنا ودرت شوية فلفل. هنا راح نديرها البنات بالكاشير الحار والحلو، راح نحطها غير هكا وشوية فرماج بركا طيب، ندخلها طيب ومن بعد تزيان، من بعد راح نزينها بعد ما نخرجها من الكوشة. تكون الكوشة شعلتها من قبل وخليتها على درجة حرارة مرتفعة باش تجينا البيتزا تاعنا ما تيبسش كما يقولوا، ما تقمطش لينا. هنا درت شوية برك فرماج ومن بعد كي نخرج راح نزيد نكمل الكمية الباقي. هنا شوفوا البنات بعد ما خرجتها درت طلعت المايونيز. أنا نخدمو في الدار وشوفوا هنا كيفاه درت الكاشير، يعني التزيين اختياري، حاجة خفيفة صيافي كما تعرفوا. كل مرة ساعات ندير بيتزا تاع الطاجين، ساعات ندير البيتزا تاع المقلة ولا الطاجين، وساعات ندير البيتزا تاع الكوشة ولا الفور، يعني كيما يعني كل مرة وكيفاش. أنا زدت كملت زينت الفرماج رابي بعد ما كنت ربيته الخاص بالبيتزا، يعني الفرماج عادي يعني تاع البيتزا، وزينت يعني بالشي اللي عندي في الدار، شوية معدنوس شوية وتغدينا والحمد لله. ربي يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. كان هذا الفيديو تاع اليوم البنات، حبيت نشاركه معاكم وحبيت نرجع معاكم بقوة، يعني القناة تاعي راهي هابطة تخلع إن شاء الله. نلقى منكم الدعم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا سند ليا في القناة ونتشجع ونحط لكم روتيناتي، نحط لكم يومياتي، نحط لكم في صالة كل مرة راح ندير لكم البنات نحط لكم يعني الخياطة، كل مرة نفصل لكم حاجة نادرة راح ندير لكم، وإن شاء الله تدعموني. وبقى لي غير نقول لكم في أمان الله.